السلام عليكم، أنا دكتور سامي جلال، أخصائي طب جراحة العيون من مستشفى مهرباني. اليوم أريد أتحدث عن الغدد الدهنية في جفن العين، الجفن العلوي والجفن السفلي. ما هي هذه الغدد؟ ما وظيفتها؟ وما أعراض التهابها؟ هاي الغدد الدهنية موجودة في الجفن، وظيفتها إفراز الدهن إلى داخل العين لكي يختلط بالدمع وينطي نعومة لحركة جفن العين. عند التهاب هاي الغدد فيصيب حالة يسمى دقدقة بالعربية، ويصير عندها تورم مع احمرار مع وجود ورم شبه صلب. العلاج في البداية يكون عن طريق القطرات مع كمادات دافئة. إذا لم يعالج في هذه الحالة بطريقة العلاج سيكون علاجها جراحيا لفتح هذه الغدد وإخراج الدهن بها. شكرا. مهرباني دڵسۆزی و لێزانی